تعالوا نعمل فرخة مشوية متبلة في تتبيلة سهلة وبسيطة وتجنن في الفرن، تشرف في أي عزومة مناسبة جدا لفترة الأعياد وبالذات أعياد رأس السنة. كل سنة وانتم طيبين. الفترة اللي احنا فيها يعني هي هتبقى لطيفة جدا وأبسط منها مفيش. يعني بنشوف صور الفراخ دي بتبقى موجودة في منيوهات المطاعم وفي الصور، وبنبقى حاسين انها حاجة صعبة قوي ان احنا ننفذها في البيت. هنتعلم نعملها ازاي بطريقة سهلة جدا وبسيطة. تتبيلة أعشاب مع الزبدة هتخلي ريحتها وطعمها تجنن، ما فيهاش خطوات كتير، ما فيهاش اي حاجة صعبة، اي حد مبتدئ يقدر يعملها. ومع ذلك على بساطتها هتشرف في اي عزومة او على اي سفرة. كمان هنعمل حشوة مختلفة النهاردة عن الرز. هنحشيها النهاردة شعرية معمولة بطريقة لطيفة جدا. هنجيب الفرخة الحلوة بتاعتنا دي، يفضل لو وزنها يكون كبير شوية، مغسولة كويس جدا بالملح والدقيق والخل. وكمان ضروري انا بوريكم هنا، يا رب يكون باين الجزء اللي بيبقى عامل زي الكبدة ده في فخذ الدجاج او الفراخ، ضروري جدا ان احنا نشيله. هننشف الفرخة كويس جدا بمناديل مطبخ قبل ما نبدأ نتبلها عشان تتحمص يعني تتحمص كويس في الفرن كده، ونلاقي جلدها مشدود وكريسبي من بره زي ما بنشوفها بالظبط. تعالوا نعمل التتبيله بتاعتنا. زي ما انتوا عارفين ان انا تتبيلتي بتبقى بسيطه جدا، ما فيهاش زحمه كتير. معايا هنا نص كوبايه من الزبده السايحه. مش هتفرق زي سايحه او في حراره الغرفه، مش هتفرق، هي كانت جامده عندي فسيحتها بس شويه في الميكرويف فساحت. هحط عليها حوالي 4-5 فصوص من التوم الفريش، توم المفروم. طبعا هتبلها بملح حوالي معلقة كبيرة ممسوحة، او يعني ملح حسب الرغبة طبعا. يبقى معايا زبدة وتوم وملح. هحط كمان يعني رشة من البصل البودر، ممكن تستغنوا عنها. هو البطل الاساسي هنا وفلفل اسود طبعا. البطل الاساسي هو فكرة الاعشاب مع الزبدة مع الثوم. التوليفة دي بتبقى جميلة جدا في تحميص الطيور، او انها تبقى روستد او متحمصة او مشوية في الفرن. حطيت معلقة كبيرة من الزعتر، وكمان هحط حاجة صغيرة خالص من الروزماري. نقدر نستخدم الفريش، انا ما كانش عندي فهحط ناشف. هحط حاجة بسيطة قوي عشان ما يضايقش في الاكل. يبقى تتبيلتنا كانت بسيطة، عبارة عن زبدة وملح وفلفل، توم، زعتر، روزماري، رشة بسيطة من البصل باودر. كان عندي معلقة صغيرة من الهوت صوص حطيتها، بتدي لون وريحة حلوة جدا، انا بستخدم النوع ده حلو قوي. كمان هحط بس هي متصورتش هنا، معلقة صغيرة من الصلصة، هتديها لون لطيف عشان ما تبقاش بس بهتانة. هنقلب الكلام ده كله، الجمال ده كله مع بعض. وعايزة اقول لكم في الوقت ده هتشموا ريحة حلوة جدا، الزبدة والثوم والاعشاب هتدي ريحة حلوة قوي. هنتبل بقى الفرخة بتاعتنا وندلكها كده، نشوف هنعمل ايه. احنا دلوقتي هنتبل الفرخة بتاعتنا ونسيبها عشان نسيبها تتبل بقى براحتها يعني قبل ما نعمل الحشو بتاعنا. هنجيب بقى الفرخة القمر بتاعتنا دي كان وزنها حوالي تقريبا كيلو 700 او كيلو 800. هبدأ بقى ادلكها كويس قوي بالزبدة، ويعني خدوا وقتكم تمام. يعني هي اصلا كانت طبعا ساقعة، فاول ما الزبدة السايحة نزلت عليها شايفين اتجمدت في مفيش في ثواني يعني. حطوا زبدة كويس جدا عشان الجلد يتحمص ويبقى مشدود ويبقى حلو كده. كمان هحط تحت الجلد، وده ضروري. اتوصوا بقى بالمنطقة دي كويس جدا، اكتر منطقة بتبقى ناشفة. زي ما قلت لكم نفس التكنيك بالظبط نقدر نعمله في الديك الرومي، طبعا هيختلف بس في وقت التسوية. هتبلها وادلكها كويس قوي، الزبده من جوه ومن بره ومن تحت الجلد، واسيبها بقى، هغطيها واسيبها في التلاجة براحتها بقى خالص 2-3 براحتي يعني. كل ما قعدت كل ما التتبيله هتبقى طعمها احلى. تعالوا نروح نعمل الحشو بتاعنا والارضيه اللي هنحط تحتها الفرخه. معلقه سمنه كبيره او زبده. هحط عيدان من القرفه الخشب، وهحمص كيس من الشعرية. طبعا انتوا طبعا حسب العدد وحسب الكمية اللي انتوا يعني عاملينها.
هحمص الشعرية كويس قوي في السمنة او في الزبدة لحد ما تاخد لون حلو جولدن براون كده حلو، يكون اغمق من الرز شوية، من الشعرية اللي بنحمرها للرز حاجة بسيطة. حطيت كمان معلقة كبيرة من الصلصة ومعلقة صغيرة من الثوم المفروم. يبقى حمصت الشعرية، حطيت معلقة كبيرة من الصلصة والثوم المفروم، وهنا نزلت ببصلاية صغيرة مبشورة تتقلب وتتحمص معاهم. دي بصلايه مبشوره، هي كانت يعني انا بشيل البصل عندي بيبقى جاهز في الفريزر. خلاص قلبت، شايفين بقى لونها جميل ازاي، كلها واخده لون واحد. يبقى ادينا فيها على طول عشان الشعريه بتتحرق بسرعه، ما يبقاش واحده فاتحه وواحده غامقه. لونها جميل جدا زي ما قلت لكم، اغمق من بتاعه الرز بحاجه بسيطه. هنزل دلوقتي بميه سخنه او مرقه، انا ما كانش عندي مرقه فحطيت ميه سخنه، وهحط دلوقتي مكعب من مرق الدجاج. يبقى انا حمصت الشعريه، حطيت التوابل بتاعتي عباره عن ملح وفلفل وقرفه باودر، وحطيت فصين من الثوم صغيرين ومعلقه كبيره من الصلصه. هسيبها بقى تغلي ووطي عليها لحد ما تتشرب، هعملها معامله الرز عادي جدا. الشعرية بتاخد تقريبا نفس كمية السوائل بتاعة الرز، يعني تقريبا عقلة صباع كده فوق الشعرية، ما نزودش. هي مش بتاخد سوائل كتيرة ومش بتاخد وقت خالص يعني في السوا. عايزة اقول لكم حشوة فعلا على بساطتها، فخمة جدا وسهلة وبسيطة وريحتها حلوة قوي. وكتير قوي في البوفيهات بتلاقوا بالذات لو في ديك رومي او حاجة بيبقى حاطين تحتيه الشعرية. خلاص هنا بدأت تتشرب، هاخد 3 أو 4 معالق كده عشان دول اللي هنحشي بيهم الفرخة. هنا كان عدى 5 دقايق، بس هي طبعا هنا نص سوا، لسه محتاجة، لسه فيها أو حتى سوايل. هغطي عليها وهسيبها تستوي. جبنا بقى الفرخة الحلوة اللي احنا متبلينها بالزبدة بتاعتنا، بالزبدة والأعشاب. هحط فيها يعني حوالي خدت 3 معالق كبار أو 4. ما تقلقوش خالص بقى، يعني احشوها براحتكم، ما تخافوش، هي الشعرية مش بتزيد. يعني انا حشيتها كويس من جوه، وهقفلها دلوقتي بخلة. اسهل حاجة واسرع حاجة، عايزين تخيطوها خيطوها، بس هي الحكاية مش مستاهلة خالص، لان احنا كمان حتى هنشويها في الفرن، مش هتتسلق ولا اي حاجة. قفلتها بس كده بخلة، وكمان هكتف الرجلين بخيط قطن كده ينفع يدخل الفرن. هحطها على راك او شبكة فرن، وهحط معلقة كوبايتين كبار من المية عشان تغلي في الفرن وتطلع بخار، والفرخة تفضل طرية كده وجوسي ومحتفظة بالسوائل بتاعتها. حطيت عليها ورقة زبدة الأول، بليتها بس شوية وعصرتها بمية عشان ما تلزقش في الجلد ويتقطع. وهغطيها دلوقتي بورق فويل أو ورق قصدير. يعني دي الفرخة دي كانت كيلو 800، قعدت حوالي ساعة ونص في الفرن. اول ساعة نص التسوية، اول ساعة الا ربع على درجة حرارة 200 او 210، وبعد كده بهديها للوسط. ده هنا الفرخة اهو في نص التسوية، كان عدى حوالي ساعة الا ربع، طبعا هي لسه عايزة سوا. شايفين بقى هي يعني جلدها مشدود كده وحاجة كده قمر. هناخد بقى بالفرشة من السوائل والدهون اللي نزلت فيها ونلمعها كده عشان نساهم كده ونديها لون حلو في الفرن. لو عندكم مروحة في الفرن افتحوها، مفيش خلاص احنا هنكشف الفويل طبعا، وهي هتاخد اللون الجميل من الفرن عادي. وادي الشعرية بتاعتنا خلاص استوت، شايفين لونها جميل ازاي، سهلة وبسيطة وفعلا طعمها حلو قوي، مفلفلة وحاجة كده جميلة جدا. والفرخة بتاعتنا خلصت، كان عدى حوالي ساعة ونص. شايفين لونها جميل جدا، ما انا على فكرة خدت اللون ده من غير ما افتح لها شواية ولا اي حاجة. الجلد مشدود ومتحمص وكريسبي جدا، بلمعها بس بالدهون بسيط، ما تاخدوش الدهون مش السوائل اللي فيها عشان الجلد ما يطراش. كمان الاجنحة انا كنت حاطة في كل جناح خلة كده عشان يفضل شكله مظبوط على الفرخة كده، ما يفتحش في الفرن. هشيل بقى الفرخة بتاعتي واحطها على
طبق التقديم. يعني شايفين من كتر ما هي محتفظة بالعصارة بتاعتها لسه بتنزل شوربة. تعالوا بقى نقدمها ونشوف الشعرية من جوه اخبارها ايه، واللحمة مستوي ولا عامل ازاي. شايفين شكلها فعلا يجنن، تشرف، سهلة بسيطة، ما خدتش اي حاجة، اي حد مبتدئ يقدر يعملها بمنتهى السهولة. حطيت شوية مكسرات على الوش كده، لو في عزومة او في عشاء او في عيد. كل سنة وانتم طيبين. تنفع جدا جدا لفترة اعياد، حقيقي تشرف. تقدروا تعملوا زي ما قلتلكوا الطريقة دي بالظبط، تقدروا تعملوها مع الديك الرومي بالظبط، مش هيختلف ابدا غير في وقت التسوية. هنبدأ نقطع بقى الصدر. اللحمة بتبقى مستوية وطرية كده لغاية اخر، يعني لحد العظم جوه. لو عندنا عزومة ممكن نعمل بقى على حسب العدد فرختين من دول على سرفيس شعرية. حقيقي هتبقى فعلا جميلة قوي وتشرف. ادي الفراخ شايفين عاملة ازاي، كانت سخنة جدا، بس انا حبيت اوريها لكم كمان بايديا كده. تعالوا بقى هنفتحها من جوه ونشوف كمان الشعرية اللي احنا حشيناها جوه استوت بقى ولا ما استوتش، ولا عجنت ولا بقت عاملة ازاي. كانت سخنة جدا، بس انا فعلا كنت عايزة اوريها لكم. اهي من جوه، وادي الشعرية من جوه، رغم انها يعني واخده تسويه اكتر من اللي جوه بقى، بس فعلا اللي جوه دي بقى بتبقى واخده عصاره الفرخه وتتبيله الزبده وكل حاجه، برضو مفلفله جدا ولا عجنت ولا اي حاجه. اتمنى تعجبكم، جربوها على طريقتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي. انا اسمي لميا ودي قناتي لومي عاشور. ما تنسوش تشتركوا في القناه لو عجبكم الفيديو. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامه.